السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مؤمن مجدي وفيديو جديد ومحتوى جديد وشغل جديد ان شاء الله. يعني كنا متعودين دايما ان الناس اللي متابعيني ان احنا بنتكلم على ملخصات الافلام. كنت بحب صراحة افلام الانيميشن شوية او كتير قوي، والافلام اللي بيبقى ليها قصة او ليها هدف او حاجة كويسة يعني نوعا ما. هنضيف محتوى جديد عندنا ان شاء الله نفيد، يبقى فيه افادة لينا كلنا واولهم انا. شُفت كذا مرّة إن عشان تبقى عايز تبقى عندك هواية معيّنة تهتم بيها على طول وتمارسها على طول، فأنت لازم تتعوّد يوميًا إنّك تشتغل على الهواية دي، ولو حتى لمدة 10 دقايق، ربع ساعة، أيًا كان الهواية دي إيه وقتها. فبصراحة جات في دماغي أول فكرة أو أول هواية هي القراية. فحبيت إن أنا أطوّر الهواية دي معاكم أو مع بعضينا إن شاء الله يعني، في إن إحنا كل مرّة نجيب كتاب كده ونقدر إن إحنا نقراه ونلخّصه ونفهمه مع بعض، زي الكتاب بتاع النهارده كده مثلًا إن شاء الله. فإن شاء الله هنبدأ أول سلسلة من سلسلة الكتب البسيطة كده اللي ممكن نستفيد بيها سوا مع بعضينا إن شاء الله، بطريقة قصيّرة، مش هتكون فيديوهات طويلة، وإن شاء الله هتكون فيها فايدة كتير جدًا. في نفس الوقت إن شاء الله هنحاول إحنا كل خميس نلخص فيلم، سواء كان فيلم أنيميشن أو فيلم ليه قصة أو فيلم أحداث واقعية أو الكلام ده كله أفضل لينا إن شاء الله. فأتمنى إنكم تدعموني، أتمنى إنكم تشاركوني بأي كومنت عشان إن شاء الله نكمل في الكتاب أو سلسلة الكتاب بتاعة النهارده. طيب، فكتاب النهارده أو الكتاب اللي هنبدأ فيه سلسلة النهارده إن شاء الله هو كتاب اسمه حول العالم سؤال وجواب. هو إعداد مصطفى غنيم. الكتاب ده لقيته كده في المكتبة فبصراحة عجبني. في نفس الوقت أنا عايز أطور الثقافة عندي، عايز أطور هتلاقي أسئلة ثقافية حلوة جدا، هتلاقي أسئلة حوالين الجغرافيا، حوالين جسم الإنسان. يعني هو في الآخر مقسم لك فهرس صغير خالص كده للحاجات بتاعتك. يعني هناخد معلومات عن العالم، معلومات عن الفنون والعلوم، معلومات عن انت وجسمك، يعني حاجات في جسمك. فانا لما قريت اول صفحتين ثلاثة بصراحة حسيت ان انا في حاجات حلوة، في حاجات ان انا عايز استفيد بيها، في حاجات ان انا عايز غيري يستفيد بيها، بدل ما نعمل محتويات ملهاش اي هدف. اي نعم المحتويات اللي بتبقى ليها هدف بتبقى يعني مشاهداتها اقل بكتير جدا من المحتويات اللي ملهاش هدف. بس ان شاء الله يعني يكون في طبقة عايزة تتعلم، عايزة تاخد دروس كده صغيرة، فيديوهات صغننة تعمل يعني كرييتيف كده، او تعمل ان انت تزود سعة المعلومات عندك. فالكتاب ده ممتاز جدا، انا معرفش بصراحة بيتباع فين او كده، انا لقيته عندي في المكتبة. اسمه حول العالم سؤال وجواب لمصطفى غنيم. فان شاء الله هنبدا فيه كده ونبدا يعني نفهم اسئله، وان شاء الله بمجرد ما نخلص الفيلم ده الكتاب ده الكتاب ده هيكون عندنا حرفيا كميه معلومات ثقافيه وجغرافيه ايا كان، هتبقى معلومات حلوه جدا هتستفيد بيها لو انت قاعد في مجلس كده مع اصحابك او اي حد، انك تبين لهم ان انت دارس، ان انت مثقف، ان انت عندك معلومات عامه كويسه، مش ان انت شخص جاهل مش فاهم اي حاجه في الحياه اساسا. فيا رب نستفيد كلنا مع بعضينا ان شاء الله. فيلا بينا نبدا، وهنحاول احنا في فيديوهاتنا ما نطولهاش قوي ان شاء الله باذن الله يعني. فنبدا باول حاجه مثلا بسم الله، هي ما هو اشد كواكب المجموعه الشمسيه حراره؟ طبعا انت لو فكرت في الحته دي فهو بيقول لك هنا اول حاجه هتخطر على بالك هو كوكب عطارد، لان هو اقرب كوكب للشمس فهيكون اكثر حراره. ولكن الحقيقه هنا ان هذا الكوكب ليس هو الاشد حراره، وانما كوكب تاني خالص لا يخطر على بالك، وهو كوكب الزهره او الزهره، الذي يبدو لنا جميعا لامعا من بعيد خالص، لميع كده، ولكن لو اقتربت منه سوف تجد انه من افظع الاماكن التي قد تتصورها. درجة حرارة الكوكب ده تبلغ 480 درجة مئوية سواء بالليل او النهار، يعني الصبح او بالليل هو 480 درجة مئوية، في حاجة مهولة حرفيا. طب ايه السر بقى في كده؟ فبيقول لك هنا السر في كده ان كوكب الزهرة ملهوش غلاف جوي اصلا، اللي هو اللي بيحمي الكوكب من الفضاء، ملوش غلاف جوي اصلا. فاللي هو بيتكون الغلاف الجوي ده اللي هو بيتكون من النيتروجين والاكسجين. فالهواء على كوكب الزهرة بيتكون من ثاني اكسيد الكربون فقط. الغاز ده طبعا بيحبس الحرارة القادمة من الشمس فما بتتسربش في الفضاء، فيصبح ثاني اكسيد الكربون ده زي غطاء سميك كده بيحفظ حرارة الكوكب ده. الحرارة دي بتكفي لإذابة بعض المعادن زي الرصاص.
تخيل حرارة ثاني أكسيد الكربون اللي حبست الكوكب ده ممكن تسيح الرصاص في لحظات، فدي حاجة قوية جدا. يضاف إلى هذه الحرارة وجود سحب فوق الكوكب، يعني في سحب. طيب هتقول أول حاجة هتخطر في بالك إن سحب يعني في أمطار. طبعا لا، لأن السحب هنا بتسقط مش أمطار، هي بتسقط حمض الكبريتيك. بيقولك هنا حمض الكبريتيك ده اللي هو يقدر يحرق أي شيء يلمسه. يعني مجرد ما نقطة تلمسك من حمض الكبريتيك ده بيتحرق تماما. ده يعتبر أسوأ جو من أي كواكب الكرة الأرضية كلها. أوكي، يلا بينا ندخل على السؤال التاني. ماذا تعرف عن طبقة الأوزون وإيه هي فايدتها؟ لو أنت عايز تعرف يعني إيه طبقة الأوزون، فهو بيقولك هنا الأوزون هو شكل من أشكال الأكسجين. هو يوجد بشكل طبيعي بكميات صغيرة جدا، بتكون طبقة كده بتحيط بالأرض على بعد يتراوح من 20 ل 50 كيلو متر من سطح الأرض. دي طبقة الأوزون. ويتولد هذا الغاز من تأثير الشحنات الكهربائية الموجودة في السحب. يعني مجموعة السحب مع بعضها فيها شحن كهربائية، فبيتكون من نتيجتهم الغاز ده. امتى بيحصل؟ امتى بقى؟ اثناء وجود بالبرق او من التحليل الكيميائي لغاز الاكسجين الموجود في الجو. يعني هو موجود على طول لان السحب موجوده على طول. طبقة الأوزون مهمة في إيه بقى، أو إيه هي فايدتها؟ هي بتمنع الإشعة الفوق بنفسجية ترسلها الشمس إلى الوصول للأرض. لو فاكرين من دقيقة بالظبط اتكلمنا إن كوكب الزهرة ما فيهوش غلاف جوي، فما فيهوش طبقة أوزون، فالأشعة اللي بتبقى في الفضاء بتدخل في الكوكب. فده اللي بيولد بقى قلنا حمض الكبريتيك ودرجة الحرارة 480 والكلام ده كله. لكن هنا انت عندك الطبقة دي فبتمنع حرارة الغلاف الجوي ان هي تدخل عندك في كوكب الارض، فده شيء كويس جدا يعني. في الفترة الأخيرة حدث بقى ايه اللي بيحصل تآكل في الطبقة دي، نتيجة بقى دايما كنا بندرسها زمان في ابتدائي بقى، اللي هو الدخان بتاع المصانع وعوادم السيارات والكلام ده كله خالص. الثقب ده او التآكل ده بيسبب حرق مختلف بسبب ايه بقى؟ طبعا زي ما قلنا حرق مختلف انواع الوقود واستعمال غاز الفريون. ده خطر كبير جدا اللي بيستخدموه في اجهزه التبريد والتكييفات والثلاجات والحاجات دي كلها يعني. ومحاربه تلوث البيئه هي الوسيله اللازمه للمحافظه على طبقه الأوزون. يعني انت عايز طبعا تحافظ على طبقه الاوزون، فانت بتحاول تدور على طاقه نظيفه. اوكي، يلا بينا ندخل على تالت سؤال. يعني بقى على فكرة أول سؤال أنا استفدت بيه، أنا بصراحة ما كنتش أعرفه إن كوكب الزهرة هو أكثر الكواكب حرارة في الغلاف الجوي. تاني حاجة إن طبقة الأوزون أوكي كلنا عارفينها وكلنا عارفين فايدتها، فممكن نقول إن السؤال اللي فات ده مش أوي، مش كل الناس ممكن تستفيد بيه يعني. تالت سؤال وهي ما هي أعلى عاصمة في العالم؟ أوكي، بيقول لك هنا إن أعلى عاصمة في العالم هي مدينة اسمها لاباز. دي عاصمة بوليفيا بأمريكا الجنوبية. المدينة دي عالية جدا، تقع ارتفاعها على ارتفاع 3658 متر فوق سطح البحر. تخيل المسافة 3600 متر فوق سطح البحر، يعني حاجة عالية جدا. ممتاز. وقد أسس الأسبان الأسبان هم اللي مؤسسين المدينة دي اللي في أمريكا عام 1548. مكان قرية كده صغيرة كان بيسكنها الأنكا. الأنكا دول مين؟ الأنكا دول هم من السكان الأصليين من الهنود الحمر. طبعا كلنا عارفين إن أمريكا كانت مبنية على الهنود الحمر، هم السكان الأصليين بتوعها اللي حاليا بيتم محاربتهم وإن هم يعني بيهاجروا من أمريكا، أو هم أساسا خلاص السلسلة أو شكت على الانقراض. السن لما بيلاقوا حد من سلالة الهنود الحمر يعني بيعتبروه من الأجداد اللي هم خلاص يلا موت عشان خلاص شكرا مش عايزينك. لتكون محطة الطريق إلى مناجم الفضة. يعني هم عملوا المدينة دي عشان الهنود تكون محطة بينهم كده عشان يروحوا لإيه؟ لمناجم الفضة بتاعتهم. وخلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تطورت لاباز دي اللي هي القرية دي لتصبح مركزا تجاريا ونقطة إمداد لمراكز التعدين المختلفة في الوادي القريب منها. يعني بقت بقى حاجة كبيرة، بقت لها شأن، زي مثلا يعني حاجة بتوصل من مناجم الفضة للتجار والكلام ده كله، فمن وإلى مصانع نقطة تجارية. أوكي، وقد زادت أهمية المدينة بعد إنشاء طبعا عشان يسهلوا طريقة المرور، فعملوا خطوط سكك حديد، فده اللي زود أهمية المدينة، بقت معروفة في الخريطة منها إلى تشيلي والأرجنتين ودول كتير جدا. ممتاز. وبعد إنشاء الطرق اللي تربطها بمختلف مناطق بوليفيا، تميز لاباس طبعا باعتدال مناخها وجفافه. طبعا جفاف، انت فوق عالي قوي فالدنيا بتبقى جافه شويه معاك. ندخل على السؤال اللي السؤال ده انا اول مره اعرفه.
ندخل على السؤال اللي بعده، ما هي أعلى هضبة في العالم؟ طبعا تقريبا دي كلنا عارفينها، درسناها في الدراسات زمان. هي هضبة التبت، هي أعلى وأكبر هضبة في العالم، حيث يصل ارتفاعها ل 4875 متر. أوكي، عالية جدا. تخيل إن دي بينها وبين المدينة اللي اتكلمنا عليها من شوية اللي هي لاباز بتقريبا 2000. 3000 هنا، 3600 هنا، وهنا 4000. لا، أعلى منها ب 1000 متر ما شاء الله. وهي تسمى بسقف العالم. يعني ايه سقف العالم؟ يعني اعلى حته في العالم، مفيش حاجه اعلى منها تماما. حيث تحاط بسلاسل الجبال الشاهقه الارتفاع، زي مثلا جبال الهيمالايا، دايما طبعا بنشوفها. اهلا بيكم في جبال الهيمالايا، دي دايما معروفه. وجبال كونلون في الشمال. التبت دي هي من اقصى مناطق العالم عزلة. طبعا انت على السحاب، وذلك بسبب انعدام خطوط السلك الحديد، انعدام حاجات كتير جدا فيها، ما فيهاش طرق، ما فيهاش اي حاجه خالص. هي اقليم كده، عملوا اقليم اسمه اقليم التبت، مستقلا تماما عن اي حكم اجنبي منذ عام 1904. يعني ملهاش حاكم اجنبي، ملهاش اي حاجه، لان ما فيهاش سكان اساسا يعني. هي قله قليله جدا. لما سيطر عليها البريطانيين ورحلوا، حلت محلهم قوات صينيه كده، سيطرت على الاقليم وضمته للصين. يعني مكان مش يعني ما حدش مستفيد بيه وما حدش عايزه في حاجه، فبريطانيا سابته وخدته الصين. يعني فاهم انت، بيقسموا مع بعض، يعني مش حاجه. عاصمه التبت هي مدينه اسمها لاهاسا، تقع على ارتفاع 3658. هي اوكي. وتتراوح درجة حرارتها ما بين 7 ل 8 مئوية. واو، صعبة أوي. وهي المركز الديني لأهل التبت. الزعيم الروحي لأهل التبت ده هو اسمه الدالاي لاما، فر من التبت. يعني بس تخيل، هو الزعيم الروحي بتاعهم اللي فر من التبت بعد الاحتلال الصيني لها، وبيعيش في المنفى خاصة في الهند. اوكي، خاصته في الهند. فيعني معروفة أعلى هضبة في العالم هي هضبة التبت. ندخل على السؤال اللي بعده، وهي ما اسم الدولة التي يوجد بها أكبر عدد من البحيرات؟ إنها فنلندا. أرض مليانة بالبحيرات، فيها أكتر من 60 ألف بحيرة. يعني بتغطي تقريبا حوالي 10% من مساحة الدولة بحيرات فقط. فنلندا أرض مستوية، تحيط بها بلاد ذات طبيعة جبلية زي السويد والنرويج، لكن هي ما شاء الله مليانة بحيرات كتير جدا. علاوة على هذا العدد الهائل من البحيرات، فهذه الدولة تشتهر بغاباتها التي تغطي 70% من مساحة الدولة. يعني هي الدولة 10% بحيرات، 70% غابات. خلاص. الفنلنديين هنا بيسمون نفسهم، بيسموا الغابات دي هي الذهب الأخضر. طبعا أنت عندك غابة ما شاء الله كمية خضار رهيبة جدا، فبيسموها الذهب الأخضر، لأنها أهم مصدر للدخل عندهم منذ قرون عديدة. وفي أوقات الحرب كانوا بيلجأوا ليها لحمايتهم، كانوا بيستخبوا في الغابات دي يعني أوقات الحرب. فهم يحبون هذه الغابات ويتغنون بها في أشعارهم وأغانيهم. يعني بيقدسوا حاجة اسمها الغابات بتاعتهم، اللي هي 70%، فحاجة كبيرة جدا. وبتساعدهم طبعا 10% بتوع البحيرات. طبعا بما ان هنتكلم على الغابات، فهنتكلم ان عندها خشب كتير جدا. الخشب بتاعها 3/4 صادرات الدولة. طبعا انت عندك كمية خضار رهيبة جدا، فبتصدر خشب. يتميز الخشب بالفنلندي بتاعهم، ده خشب فنلندي، يقول لك ده خشب فنلندي، يعني حاجة جامدة. بإمكانية استخدامه في كثير من الصناعات. طبعا لكي يحافظ الفنلنديين على هذه الثروة، فهم يعيدون زراعة المناطق التي تقوم فيها الأشجار. يعني بيقطعوا الأشجار بطريقة حرفية جدا عشان ينمون أشجار تانية، مش يقتلوا الاشجار وخلاص والغابه دي كلها تروح. لا، فنلندا من اكبر بلاد العالم برودة، برد جدا. حوالي ثلث العالم يقع في الدائرة القطبية الشمالية. ثلث الدولة يعني تلت الدولة في القطب الشمالي، فطبعا تلج جدا. يطول فصل الشتاء وتنخفض الحرارة بشكل كبير جدا، فتصل ل 30 درجة تحت الصفر. تخيل درجة الحرارة كانت صعبة جدا. لذلك فبعض المناطق التي لا يذوب فيها التلج طوال العالم، وفي أجزاء من فنلندا لا تشرق الشمس أساسا. يعني تحس إن هي أنت في دولة واحدة، بس في ناس ما بيشوفوش الشمس، وفي ناس أغلبية الشتاء عندهم، في ناس الصيف بالنسبة لهم ساقعة، وفي ناس الشتاء قوي جدا جدا. في أجزاء من فنلندا لا تشرق الشمس أصلا لمدة شهر ونص، لأن شهر ونص مفيش شمس تماما. والشتاء اما في الصيف فيحدث العكس، ما بيشوف حيث تظل الشمس مشرقة بلا غروب لمدة شهرين. تخيل انت شهرين كاملين في الصيف الشمس بس، وفي الشتاء شهرين او شهر ونص ليل بس.
تتخيل يعني بجد صعبين جدا 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 بجد. خلينا ندخل على اخر سؤال في كتاب النهارده عشان ما نطولش معاكم. هي الدوله اللي تتكون من اكبر عدد من الجزر. احنا خدنا الدوله اللي فيها اكبر عدد من البحيرات وقلنا فنلندا. طيب اكبر دولة فيها عدد من الجزر بقى هي اندونيسيا او اندونيسيا. فيها 13 الف جزيرة في المحيط الهندي. اندونيسيا فيها 13 الف جزيرة في المحيط الهندي، لكن العدد الاكبر من سكانها يتركز في الجزر الكبرى زي جاوا وسومطرة. دول اكثر السكان بتوع اندونيسيا في الجزيرتين دولت. تخيل انت بتتكلم في 13 الف جزيرة، واو. جزر اندونيسيا هنا بتقع في منطقة من اكثر المناطق التي يوجد بها البراكين، مليانة براكين حرفيا، طبعا كلها جزر براكين. ففي جزيرة جاوا وحدها بس كده فيها على الاقل 120 بركان. ده في جزيرة واحدة من ضمن كام؟ من ضمن 13 الف جزيرة. فيها كام بقى؟ فيها 120 بركان، واو. اشهر بركان في اندونيسيا هو بركان كاراكاتو. ففي آخر مرة صار فيها البركان ده تأثر العالم كليا، حيث صعدت كميات هائلة من الغبار في الغلاف الجوي. ده اللي احنا اتكلمنا عليه في أول سؤال أو في أول كام تاني سؤال، اللي هو طبقة الأوزون وإيه اللي بيأثر على طبقة الأوزون، حاجة زي كده. ال... ال... البراكين والحاجات دي. صار البركان اوكي وسمع الانفجار على بعد مئات الكيلومترات. كان انفجار صعب قوي جدا، مع انه ما عملش حاجه قوي يعني. البركان ده كان يدوب بينفس كده عن نفسه. وقد كانت اندونيسيا تسمي منذ مدة باسم جزر الهند الشرقية. ما كانش اسمها اندونيسيا، كان اسمها جزر الهند الشرقية او جزر البهارات. اندونيسيا طبعا معروفة جدا بكمية البهارات بتاعتها، فكانوا بيسموها جزر البهارات. احتلها الهولنديون في القرن السادس عشر من اجل الحصول على البهارات اللي تشتهر فيها. عندهم كمية بهارات رهيبة جدا. وعلى فكرة البيور بتاع البهارات دي غالي قوي حرفيا بجد. دايما حتى لو بتروح لدول الخليج او كده فيقول لك دي بهارات اندونيسي، يعني حاجه قويه قوي. من اغرب جزر اندونيسيا هي جزيره صغيره اسمها كومودو. تشتهر بحيوان غريب كده مش موجود في اي حته في العالم غير في اندونيسيا. اسمه حيوان كده ايه، وحش الكومودو. عبارة عن سحلية ضخمة جدا بيصل طولها ل3 أمتار، حاجة ضخمة جدا. لو تفتكروا أو متابعين مثلا حاجة زي رامز جلال المقالب بتاعته، ففي كان عامل مقلب كامل بوحش الكومودو ده اللي هو كان مستخبي جواه. فوحش الكومودو ده مش موجود في أي حتة في العالم غير في أندونيسيا. أوكي. ويزيد عدد سكان أندونيسيا عن 170 مليون، معظمهم من المسلمين ما شاء الله. والعاصمة هي مدينة جاكرتا. وعملة الدولة هي الروبية. الروبية دي هتلاقي في كذا دول مشتركة في الروبية دي. زي بنجلاديش مثلا تقريبا. هتلاقي دول كتير كده مشهورة بالروبية. لكن ما شاء الله فيها 170 مليون، معظمهم مسلمين، فدي حاجة حلوة جدا. طبعا اعتقد احنا خلصنا تقريبا 10 صفحات من الكتاب، استفدنا بيهم حاجات كتير جدا. عرفنا طبقة الاوزون وايه هي فايدتها. اعلى عاصمة في العالم هي اسمها لابازا، دي عاصمة بوليفيا في امريكا. اوكي. عرفنا اعلى هضبة في العالم دي هضبة التبت. عرفنا الدولة اللي فيها اكبر عدد من البحيرات فهي فنلندا، واكبر دولة فيها جزر فهي اندونيسيا. فاتمنى يكون السلسلة دي عجبتكم. اتمنى ان احنا نكملها مع بعض، فياريت تشجعوني عشان نفسي بجد حرفيا ان انا يعني استمر على الهواية بتاعتي دي، وان احنا نستفيد بيها مع بعضنا. فاشوفكم ان شاء الله في الفيديو التاني من نفس السلسلة دي. اخوكم مؤمن، مع السلامة.